الطيب في الزمان ده بيقولوا عليه ضعيف. فاكرين الأغنية دي يا حبايبي؟ أنا بقولها دلوقتي. احنا عشان ناس طيبة الناس مستضعفانا ومستقويين علينا، وما اقدر اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في كل جار ظالم بيستقوى على جاره الطيب ومتفرعن عليه. بس ما اقدر اقول غير كده. بل كنت اللي كنت مربية فيها طيوري وحاطة فيها خزين عيالي وحاطة فيها كل حاجتي بقت كوم تراب. تعالى اما اقول لكم القصة واللي فيها علشان تاخدوا بالكم، وربنا يحفظكم ويسلمكم من النار ومن العار ومن غدر الزمان ومن الجار الوحش. في مثل بيقول اصبر على الجار السوء، يا يرحق يا يرحق يا يجيله مصيبة تاخده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ وحشتوني والله فوق ما تتخيلوا. ربنا ما يحرمني منكم جميعا يا رب. وألف ألف مليون شكر لإخواتي وحبايبي اللي سألوا عليا سواء في التعليقات سواء على الواتس. جزاكم الله خيرا. ربنا يفرح قلوبكم ويكبر بخاطركم ويبعد عنكم كل هم وغم ويحفظكم من النار ومن العار ومن غدر الزمان. وما تشوفوا أبدا اللي أنا شفته، ولا تتخضوا أبدا الخضة اللي أنا اتخضيتها لما تكونوا نايمين في أمان الله ومحدش معاكي غير أولادك، حتى أبو ولادك مش معاكي، وتلاقي الباب بيخبط وبيقولك في حريقة في البلكونة. والبلكونة ملغمة يا جماعة، أيوة ملغمة والله. البلكونة فيها أنبوبتين، أنبوبة استبن مليانة بملوتها وأنبوبة الفرن محطوطة، وكانت برضو مليانة بس كنت خبزت قبلها بيوم واحد بس فطير وعيش. وهبقى انزلكوا الفيديو اللي كان قبل الحريق مباشرة وانا بعمل الفطير، عندي برضو لسه منزلتوش. وغير الانبوبتين بقى ازازة بنزين، وانتوا عارفين يعني ايه بنزين، ازازة رتليه مليانة ناقصة شوية، ومن كتر قوة النار ساحت الازازة كده ميلت على جنب بس ما انفتحتش. وهذا من فضل الله عليا اولا، ثم وفضل دعواتكم الطيبة. كنت دايما اقول لكم ادعوا لي ادعوا لي ربنا يسترها معايا. وكنت برضو من ضمن الكلام قايله لواحده حبيبتي على الواتس اللي هي مشاهد، وكنت بكلمها اقول لها دايما انا بحلم ان النار محاوطه بيا في البلكونه. ايوه والله يا جماعه بكذب عليكم، كنت دايما بحلم المنام ده في نار ولعه في البلكونه ومش عارفه اطفيها ازاي. واقوم من النوم مخضوضه واقول يا رب استرها يا رب. كنت بقوم من النوم مخضوضه جامد والله. والله ما بكذب عليكم يا حبايبي. ونفس الخضه اللي انا اتخضيتها في المنام شفتها في الحقيقة، بس كانت أفظع طبعا. طبعا بلكونتي دي يا حبايبي أنا والله كنت مصوراها أكتر من 4 ساعات. أنا عندي كارتة يعني كبيرة، الميموري بتاعها إيه بقول عليها كارتة ولا بقول عليها ميموري، المهم يعني أختك جاية في الحاجات دي. كنت مصورة أكتر من 4 ساعات. شايفين الفرشة البلاستيك اللي كنت بحط عليها الطيور دي كانت والعة؟ شايفين والعة عاملة ازاي؟ أنا من كتر ما أنا كنتش مركزة أصلا أحكيلكوا وأنا قمت من النوم ازاي وشفت إيه قدامي. إيه طب مسكت البلاستيك ده بإيدي كده إيديا انحرقت، بس ما نحرقش حرق جامد يعني حروق بسيطة، بس ما كنتش حاسة انا بعمل ايه. فالمهم يا حبيبي، وكمان هنا بابور غاز اهوت اللي هو البوتاجاز الصغير ده برضو، ده كله كان مرصوص في البلكونة. وجيراننا اللي ولعوا البلكونة ازاي بقى، خليكم معايا للاخر. اتمنى منكم بقى يا حبايبي اي حد عنده منتدى يرفع له منتدى ويقول لي يا مش ايمان الفيديو عندي، وما تحرمش منكم ابدا يا رب. تحطوا له لايك كده جبروا اخواتي عشان قناه اختكم واعيه جدا والريش بتاعها نزل خالص. عشان طبعا بقى لي فتره بنزلش فيديوهات بسبب التعب النفسي اثر على الصحه. طبعا كنتوا شايفين الفيديو اللي كنت منزلاه قبل كده كان شكلي عامل ازاي، كنت متبهدله جدا بس الحمد لله اتحسنت. شايفين قوه النار يا جماعه لما تطلع على السقف وتعمل البلكونه بالمنظر ده؟ البلكونه باظت خالص عايزه اعاده تدوير. البلكونه دي كلها كانت عباره عن ستاير ما عادلهاش اثر، بقت عباره عن كوم تراب، لان النار لما نزلت على الستاير الاول وبعد كده بقى اتولعت في كل البلكونه. شايفين يا جماعه؟ ربنا يحفظكم يا رب ويكفيكم شر المستخبي يا رب، وما تشوفوا اللي انا شفته ابدا يا رب. فانا كنت مصوره الفيديو ده طويل قوي ومنتجت وصلته ل 45 دقيقه وانا بنضف البلكونه واوريكم بقايا الحريق والحاجات اللي الدهر منها. حاجات في الشارع البلكونه كان فيها حاجات كتيره جدا، كان فيها خزين وكان فيها جبنه الحدقه وكان فيها حاجات كتيره يعني، والكزبرة الناشفة والطبالي والمطارح ده كله طبعا ولع. الطبلية ديت فضل فيها آثار كده بس كده. مش عارفة بقى ارميها ولا افكر اعمل لها اعادة تدوير.
مش هين عليا بصراحة. كان العيال بيذاكروا عليا يعني صغيرة كده ومحندقة، وشايفين المجور الألموني ده لما يوصل ان هو يتحرق ويسيح من الجنب ده. شوفوا قوة النار كانت عاملة ازاي، وخصوصا النار كانت وقت الظهر، الدنيا كانت حر جدا والنار بتمشي بسرعة جدا. فانا صورت الفيديو ومنتجته ووصلته 45 دقيقة، وقلت ايه انزلكوا بقى على مقطعين احكي لكم اللي حصل كله. بس مش عارفة من كتر عدم تركيزي مسحته ازاي معرفش والله. ونزلت تطبيقات كتيرة قوي علشان انا ارجع الفيديو ده. مفيش تطبيقات بترجع الفيديو يا جماعة، ما تسمعوش اي حد يقول لكم في تطبيق بيرجع الفيديو المحذوف. كذب، كله كذب. ممكن يجيب لك صورة ولا اتنين وما تلاقيش اللي انت عايزاه. فالمهم اتحذف بالغلط وخلاص، وقلت هصور لكم البلكونه بعد ما نضفتها. خلي بالكم الحبر اللي فاضل ده انا غسلته بالبريل والميه والسلك لما خليتها ايه ده كده مية مية. والله زي ما بقول لكم كل ده بقايا الحبر، يعني الحاجات دي بتطلعش. انا حاولت اطلعها بالسلك، اللي نزل طبعا بقى ينزل حبر كده في الميه وكانت منظر البلكونه بصراحه وحش جدا من كتر ما مرضت هنا بوظتها ازاي. فالمهم يا حبايبي احكي لكم بقى اللي حصل. كنا نايمين في امان الله، وطبعا انا وعيالي بنسهر للساعة 6 7، ممكن ننام بعد 7 كمان. العيال بيسهروا لحد ما يصلوا الفجر، وبعد الفجر نقعدوا شوية بقى. الجوع بيجي بقى بعد الفجر، بعد صلاة الفجر كده يلا ننام بقى يا ولاد انا جعان. والتاني اللي يحط كريم على وشه واللي يعمل ماسك وكلام ياما كده، يعني تشهين على الشباب وشغل الشباب. لحد ما نمنا والشمس طالعه كده بنقوم مصلين متكلين على الله ومصلين ركعتين الضحى. وطبعا بفكركم بركعتين الضحى يا جماعه، ركعتين الضحى ديت لهم اجر وثواب عند ربنا عظيم يعني دي بتبقى صدقه بيقولك لازم كل يوم تطلعي عن عن صحتك وعن كل عضو فيكي صدقه. فطبعا معناش فلوس هنعمل ايه، ركعتين الضحى بيتصدقوا عنك وبيعملوا حاجات كتيرة. اختكم طبعا فاشلة في الدين خالص، ما تعرفش تقول لكم حديث ولا تعرف تقص عليكم قصة كويسة. انا بفهم الحاجة واعملها عشان اقول لكم بقى القصة واللي فيها ما اعرفش. شايفين الكيسة دي؟ شايفين الكيسة دي يا جماعة؟ البتاع الرشاية دي كانت كلها عبارة عن اكياس كده. انا شلت حاجات كتيرة والله، بس الكيسة لسه جامدة وكنت حاطة فيها الفحم فميلت على جنب فما شلتهاش. شايفين بقى الكارثة ديت اللي انا ماسكاها لكم دي، اللي هي ازازة البنزين دي يا جماعة. شايفين عاملة ازاي سايحة ومايلة على جنب ازاي؟ شايفين؟ تخيلوا قوة النار جنب الازازة تخليها تميل على جنب كده، وهي سبحان الله العظيم ما تنفتحش اهي. شايفين عاملة ازاي؟ والله يعني معجزة من عند ربنا ان انا طلعت من الحريق ده من غير ما يتأذى فينا حد ولا شقتي تفرقع. معرفش والله، الحمد لله. اصل اختكم طيبة جدا وبتمنى الخير لناس فوق ما اي حد يتخيل، وبفرح لفرح الناس وبزعل لزعل الناس. لو شفت حد زعلان وبيعيط والله بعيط على عيطه، وحتى لو معرفوش والله. هو كده طيبة قلب غريبة الشكل. حتى كله بيقول لي انت بتنفعيش في الزمن ده. وفعلا بعد اللي شفته من جيراني انا بقيت اتمنى الموت والله يا جماعة، والله العظيم. بقول يا رب قول القيامة تقوم وعدتش اعيش في الحياة دي لا انا ولا عيالي، لان ما ينفعش اللي زينا يعيش في البيئة اللي مليانة وحوش. احنا في بيئة مليانة وحوش. دي اوضه النوم بقول لكم طبعا قدامها ازازة البنزين بالظبط. ودي الانبوبة دي كانت محطوطة بنفس الحطة دي كده. والانبوبة اللي كانت قدام اوضه النوم كنت انا حطاها جنب البلكونة جنب الستارة بالظبط. ودي طبعا شايفين القعدة بتاعت الانبوبة ساحة عاملة ازاي. طبعا ما ساحتش الانبوبة عليها، الحمد لله والشكر لله من فضل الله عليا ان احمد ابني ما راحش الدرس. اقول لكم بقى ده اللي حصل بالظبط. والانبوبه دي بقى اللي انا حطيتها دلوقتي حاليا دي كنت حاطاها جنب الجردل ده جنب الستير بالظبط. والبلكونات بتاعت لحد هناك بعيد بعيد، لان شقتين اصلا شقتين فتحوهم على بعض وفيهم بلكونات كتيره يعني. وهذا من فضل الله عليا والحمد لله والشكر لله. ربنا يوسعها على الجميع يا رب، ربنا يوسعها على الجميع يا رب. انا عشت عز من 11 سنه في شقه 64 متر وكانت عندي جنه، والله ما بكذب عليكم، كنت مستريحه فيها نفسيا جدا جدا. فما تبصوش للوسعه ولا تبصوا للمناظر. في ناس بتبقى عايشه في مكان صغير قد كده اهو ومستريحه نفسيا، وفي ناس بتبقى عايشه في قصور
والله الجسور بقت، وانتوا ما ادراكوا بقى ما الكسور ولا الجسور ولا. اختكم طبعا عارفين ان هي نصها فلاحه ونصها مدو. بنزل في البلد بفصل بفلاحه، واجي في المدينه اللي انا عايشه فيها بتمدن كده واتكلم بالجيم عشان خاطر عيالي بيتريقوا عليا يعني، ويقول لي يا فلاحه. مالهم الفلاحين يالا انت وهي؟ لا ما تتكلميش كده يا ماما. فبحترمه وبتكلم بالجيم يعني، مع اني ما بحبش الجيم ده خالص يعني. هي انا كده، انا كنسرين بحب اتكلم بالجيم وببقى سعيده جدا وبتكلم بالجيم. بس الناس بتتريق على الفلاحين، مع ان الفلاحين دولت اكرم ناس واطيب ناس وناس محترمه جدا وعارفه ربنا جدا، وعيالهم بيطلعوا احسن ناس متفوقين علميا جدا. انتوا شوفوا القريه بتاعتنا يا جماعه، عبارة عن مستشارين ودكاترة ومهندسين وضباط شرطة. والله لو احكي لكم عن قريتي ديت، اعمل لكم فيديو خاص عن الفلاحين اللي الناس بتتريق عليهم دولت، تعرفوا هما بيطلعوا ايه. المهم احكي لكم بقى ايه اللي حصل. احنا نمنا الصبح، طبعا كل شوية اقول لكم كلمة وادخل في دنيا تانية، اقول لكم كلمة وارجع تاني. احنا كنا بننام الصبح طبعا زي ما قلت لكم، ونمنا في امان الله. وطبعا احمد ابني كان عنده درس الساعة ايه 1، عملت المنبه على الساعة 12 وقمت احمد الاول كده. اقول لكم شايفين الستاره الحمراء اللي فوقنا على طول دولت جيراننا بقى اللي ولعوا فينا ازاي بقى بدون زعل بقى يا حبايبي، عشان الفيديو مبقاش طويل عليكم قوي. انا كنت ناويه والله الفيديو ده احكي لكم كل حاجه، بس قعدت اتكلم معاكم في حاجات ياما كده والكلام بيجيب بعضه. فالفيديو جاي اقول لكم ايه اللي ولع الحريق، والحريق طفى ازاي، وربنا نجانا وطلعنا ازاي من المصيبه ديت لما تكون بلكونتي متلغمه بأنابيب وبنزين وزيت مستعمل وحاجات كتيرة. بصوا يا جماعة، لما تكونوا بتحبوا الخير لبعض وقلوبكم طيبة وصافية فعلا، والله هذا من فضل الله عليا. يمكن من أطيب القلوب اللي على وجه الأرض، مش تشكير فيا، كل اللي حواليا بيقولوا كده وأنا بلمسها في نفسي بطيبتي وحب للناس. وبنخدع في ناس كتير قوي، كل شوية نخدع في ناس جديدة، والناس تضحك عليا وتقول لي دي من طيبتك، اللي زيك ما ينفعش تعيش في الزمن ده، اللي زيك انقرأ، اللي زيك ما عدلوش حد، ما عدلوش زي. بصراحة الحمد لله والشكر لله، مع اني ساعات بسأل من نفسي كتير وبعيط كتير، وساعات بحتكر نفسي واقول اللي زيك مفروض يموت. اتعلمي بقى تستوعي بقى، ولا اني مش عارفة، هو طبع ربنا خلاني كده، خلاني بالقلب الطيب اللي مليان خير للناس، اللي ما بيحبش الخداع ولا النفاق ولا الكذب، حاجات ياما كده. وهذا من فضل الله علي، عشان كده ربنا نجاني من الحريق وطلعت منه شخص سليم انا وعيالي. طيب صحيح النفسية تعبت جدا والصحة تعبت جدا. فعلشان ما زهقكوش والفيديو بطول عليكم، هحكي لكم بقى الفيديو الجاي. احمد ابني ليه راحت عليه نومة وقام راح درس الساعة 3، فتح باب الاسانسير، يا دوب فتح الاسانسير ورايح يدخل، ورايح درسه بقى طلع من